برشلونة كلاسيكو الولايات المتحدة الودي بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد ب3 أهداف دون رد. الفريق الكتالوني بكر بالتهديف عبر الفرنسي عثمان ديمبلي بعد ربع ساعة على انطلاق المباراة. الدفاع يتقدم، الكرة من ديمبلي أو غوندوغان، عرضية وصلت إلى بدري الله، تمريرة تصويبة، رباه، هدف أول في الكلاسيكو. عثمان ديمبلي ما زال في البارسا، لم يرحل بعد، لم ينتقل بعد، لم يتفاوض بعد، ما زال في البارسا وفي البلوغرانا. لكن الهدف من التمريرة يا بدري. الكلاسيكو يبدأ، الأولى في العارضة. انظر كيف تشاهد، كيف يمرر، كيف يقرأ. غوندوغان يفاجئهم أولا، بدري يقتلهم ثانيا، عثمان ديمبلي يقرر الاستمرار. هكذا وكأنه يوقع من جديد في الكلاسيكو. يبدأ القمة، لا ودية، الأمور هكذا. صفق يا تشافي، كنت تراهن عليه، ولا شيء أجمل من رؤية رهانك يفوز. منحت الفرصة لريال مدريد لتعديل الأرقام، لكن ركلة جزاء سددها فينيسيوس جونيور بالعارضة لتشهد الدقائق الأخيرة إضافة الشاب فيرمينو لوبيز الهدف الثاني لبرشلونة. تحول سريع، لا يوجد من يتحول الآن. الكرة تصل إلى تشواميني، إلى توني كروس، لا يخرج الكرة، الضغط ينجح. البارسا يا رباه، مستحيلة يا بارسا في كلاسيكو العالم. يختتم فيران توريس ثلاثية البارسا بطريقة مميزة ليحقق بذلك برشلونة انتصاره الأول بعد خسارته أمام أرسنال، فيما تكبد ريال مدريد خسارته الأولى بعد فوزه على ميلان ومانشستر يونايتد. وفي هكذا مباريات شكرا للفريقين، ولكن ما زال البارسا شكرا للبارسا على متعة كاملة. شكرا تشافي على بلدية أرانشكا روش بلقب بطولة هامبورغ للتنس فوزها على الألمانية نوما نوا